أنا ما شاء الله ما رأيتك في مجلس تبارك الله إلا تسبح الله. وش الأثر اللي لقيته؟ أنا أبغى أشوف الدكتور عايد ليش متمسك. أكيد في أثر شفته في حياتك وفي يومك. أبشرك راحة القلب وانشراح الصدر مع ذكر الله، وحتى تمر الهموم خفيفة لطيفة علي بسبب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أراد السعادة والراحة والرضا والأمن والسلام الداخلي والأمن النفسي يستمر في التسبيح قائما وقاعدا وعلى جنبك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كثيرا كثيرا، وسوف ترون الحياة. الجنة معجلة، ترى تقدم لك الجنة قبل ما تروح. وش معنى؟ والله يا شيخ اني اشعر من الراحه والامن. حتى ذكرت كلام ابن تيميه يقول تمر بالقلب لحظات يقول ان كان اهل الجنه في مثل هذا النعيم فانه في نعيم الله كبير. أكبر. ولذلك تنسى الهموم الدنيا، واذا هي صغيره واذا هي حقيره واذا هم ابشرك يسلك ويروح يمين ويسار لان الله معك. يا الله. ويطمئن قلبك وينشرح صدرك لانه معك، لانك اذا تذكر الله سبحانه وتعالى يعينك سبحانه ويسد